السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. انت بتعملي ايه كده يا ام فرح؟ زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي نصبنا الدولاب. طبعا انتوا كنتوا بتشوفوا الدولاب ده على طول مش منصوبه كده، احنا نصبناه، جبنا له نجار. ابو كريم ده نقول انا هنصبه بكره بعده مش عارفه ايه، ويوم ما ناوي ينصبه مش عارف ينصبه، فراح جايب له نجار، فالنجار بقى يجي عمله وكده يا حبايب قلبي. وهنلم هدومنا في الدولاب. الهدوم الشتوي بقى انتوا مش تايهين على الهدوم الشتوي. الهدوم الشتوي بقى بدهم 10 دولابات مش دولاب واحد. ايه يا فوفو مالك؟ ماشي يا عسل. فيا حبايب قلبي تعالوا شوفوا الهدوم، تعالوا شوفوا الهدوم اللي انا مطلعاها. الهدوم ماليه الاوضه، الهدوم قسما بالله ماليه الاوضه. فانا استاهل اللايك بتاعكم النهارده. حطوا لي لايك يا حبايب قلبي، واللي مش اشترك في القناه يا ريت يشترك كده ينورني كده. وطبعا المشتركين على راسي. يلا يا ام فرح ابدأي في المعركة. طبعا انا عمالة امسح في الدولاب لانه كان في عفار. بصوا العفار حدنا، طبعا انتوا عارفين يعني انا كل فيديو بقول لكم على العفار 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 العفار. فطبعا انا دنيت اطبق في الهدوم ديت. بصوا بدأت من الساعة 12 لغاية بعد الفجر، وغير ابو كريم ده انه يساعدني. وكريم خد هدومه حطها في الدولاب بتاعه، وابو كريم خد نص الهدوم برضه حطها في الدولاب بتاعه، ولا نص الهدوم نص الهدوم بتاعت ابو كريم حطتها في الدولاب ده. ومش هقول لكم النهارده كان يوم عالمي، يوم عالمي صراحه. صراحه تطبيق الهدوم ده ممل 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 ممل، وقسما بالله انا مليت كده. الفيديو ده انا كنت مصوره لكم ساعتين مصوره لكم. وانا مش دنيت اعمل ساعتين، انا دنيت اعمل اكتر من ساعتين، بس انا دنيت امنتج فيه لغايه لما خليته لكم ايه 15 16 دقيقه كده يعني. فطبعا انا عمال ايه مش لاقيه مفارش. كنت عايزه مفارش افرشها يعني كده، فمش لاقيه، فبفرش اي حاجه كده. مجيتش غير مفرش واحد كده اللي هو البلاستيك ده اللي زي ما انتوا شايفينه، وحطيته. وطبعا دي الجاكيت بتاع ابو كريم، بس انا قلباه بس يا فوفو، قلباه عشان خاطر دي جلد ومش يتخربش وكده. يا حبايب قلبي مش عارفه شايفين دي المفارش بتاعتي انا عيناهم. انا بحب اجيب الحاجه واعينها يا جماعه. مين زي انا بحب اجيب الحاجه واعينها؟ مين زي اللي زي يكتب لي في الكومنتات. مش عارفه دي ميزه ولا دي غلط ولا ايه، فاكتبوا لي يا حبايب قلبي انتوا اخواتي ويهمني رايكم يعني. فقولوا لي كده ايه رايكم. انا بحب اجيب حتى شايفين الستاره ديت برضو انا جايبها وعيناها، بس خلاص ان شاء الله هعالجهم بامر الله. قررت ان انا اعالجهم. ف ايه تاني وديت برضو حافظه برضو انا كنت شارياها وعيناها. هفرشها برضو، قررت ان انا افرشها النهارده. كله جديد في جديد النهارده. الدولاب دي يا حبايب قلبي مش جديد، الدولاب ده مستعمل. ابو كريم شاري لنا مستعمل. بس هو ده لونه كده، ده لون لان هو كان لونه مش كان حلو خالص وكان متبهدل. بس هو اداله النجار، يعني النجار ظبطه كده وادى لون وبقى حلو. بيقول لك لبس البوصه تبقى عروسه، ودهن الدولاب يبقى عريس. اضحكي يا وليه، اضحكي يا حلوه انت وهي. حط اللايك يا حلوه انت وهي، يا نور عيني انت وهي. حط اللايك، حط اللايك يا حبايبي، يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا. وطبعا ديت الميلي بتاعتي عماله اطبق فيهم. انا كنت عماله اطبق وحاسه ان الهدوم دي، ما تسمعي يا فرح، كنت حاسه ان الهدوم ديت مش
مش ايه، في لبخة في الكلام ولا ايه؟ اللبخة ما بتجيش الا ساعة التسجيل، ساعة المونتاج، ساعة ما اجي امنتج في الفيديو اللبخة بتيجي. فبقول لكم الهدوم ديت انا كنت ايه، مش حاساهم بنقصوا، انا كنت حاساهم بيزيدوا مش بنقصوا. فربنا يسترها يا حبايب قلبي. بس قسما بالله شايفين انا عماله اشد في الهدوم ازاي، والله العظيم قسما بالله كنت عماله اشد في الدريل. بشد في الدريس بتاعي راح مقطوع، هدومهم مقومهم فوق بعض. فصراحة باجي يا حبايب قلبي بعد لما طبقت الدولاب وروقت الدنيا كده، يا سلام يا سلام على روجانه وعلى راحة البال. صراحة انتوا مش غرب، يعني انتوا مش غرب. كان عندي دولاب صغير كده مش حلو. قفلت التسجيل، زعجت مع العيال عشان خاطر يسكتوا. حاكم العيال دي ما بتجيش الا بضرب الشبشب، ضرب الشبشب، انما بالكلام كده والذوق كده لا لا لا، عيالي ما بيجوش بكده يا جماعه، عيالي لو ما انضربوش بالشبشب مش يسلكوا. انما بحاول كده ابقى لطيفه معاهم واكلمهم بادب واحترام، لا بيركبوا على راسي ومش بيسمعوا الكلام. مش عارفه نفسي اتعامل معاهم زي البني ادمين. شايفين نور برقص ازاي؟ مبسوط بالهدوم. ويا ماما انا هطبق معاكي يا ماما، انا مش عارفه ايه. بعد نص ساعه ما لقيتوش، لقيته راح نام. ماما نور. نور، شايفه نور؟ شايفه كريم وشايفه نفسك؟ اه طيب ماشي يا فوفو، ماشي يا قلبي. ها قول لهم حطوا اللايك، معاك حطوا اللايك معاك. وشاهدوا الفيديو يا حبايبي، شاهدوا الفيديو يا حبايب قلبي للاخر، مش تجروا الفيديو يا حبايبي. وطبعا عندي الستاير، ونور ابني طالبه معه رقيص، طالبه معه رقيص نور. مبسوطه بالهدوم وهي مرميه كده والدنيا هايصه كده. مش عارفه يا حبايب قلبي. كنت عايزه اقول لكم ايه. شايفين فرح؟ شايفين فوفو العسل؟ شايفين فوفو العسل؟ طبعا انا عماله اقوم اشيل واقوم وواقفه ومحتاره، مش عارفه اودي الهدوم، اودي دي فين ولا دي فين ولا دي فين، واقفه كده مصدومه من كتر الهدوم. انا حداكوا امي ما بتحبش الهدوم خالص، امي ما بتحبش الهدوم خالص. امي تقول ايه؟ بدل ما تجيبي هدوم جيبيلك حته دهبايه تنفعك وقت الزنقه ومش عارفه ايه. وانتوا طبعا مش تايهين عن الامهات يعني، ونصايح الامهات الجميله اللي المفروض نعمل بيها، وطبعا احنا ما بنعملش بيها. شايفين بشيت في الدريس راح مقطوع. فربنا يسترها، ربنا يسترها يا حبايب قلبي. هبقى اقول محمد جوزي انا هوايا امسك الهدوم ده ارميهم، قال لي ارميهم. محمد جوزي مطوعني قال لي ارميهم. طبعا الجلابيه دي شايفين متطبقه عامله ازاي؟ الجلابيه ده انا زعلانه عشانها ما عادش بتدخل فيا، بس هحاول ان انا اخس عشان خاطر الجلابيه. هحاول اخس اعمل ريجيم عشان خاطر الجلابيه، مع ان انا خسيت، والله انا خسيت كتير على الاول. ماما أسمع. ماشي يا فوفو، شكرا يا فوفو. جات تديني البانه، تعبت قعدت. ماما نعم. افتح. افتحيها، خلي كريم يفتحها لك. روح خلي كريم يفتحها لك. أنا. انا مستنيه ابو كريم يجيب لي شماعات، عشان ما كانش فيه غير شماعه واحده وعلقت بها الجاكيت بتاعه. اتصلت عليه قلت له يا ابو كريم جيب لي شماعات، قال لي ماشي هجيبلكي. مش عارف قادره اميل، عماله اشاور للعيال يجيبولي، مش عارف قادره اميل. حاجه زهق 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 زهق. ايه؟ افتح. افتح؟ أه. خدي البنات، لا. هاتي دي بقى. نور ابني بناولني. شاطر يا نون، شاطر.
بس الصراحة يا حبايبي والله العظيم الدولاب نعمة نعمة، بلم هدوم الواحد وكده. انا عندي الدولاب بتاعي الكبير في البلد، بس طبعا الدولاب الكبير ده من هيجيبه ومن هيفكه ويعمل فسايباه يعني. دول الدرس بتاعي اهو، شايفين؟ شايفين شكله حلو ازاي؟ خدوا في بالكم انا ذوقي حلو في الهدوم جوي عشان تبقوا عارفين يعني. انا ذوقي حلو خالص والله، يعني ذوقي حلو خالص يا حبايب قلبي. انتوا عارفين لو كنت بدي اطبق الهدوم دي كلها في الدولاب ده مش كان هياخد خالص، لان احنا حدانا هدوم مش هقول لكم. مش عارفه ايه الهدوم دي كلها. ويجوا العيال مثلا ادور لهم على هدوم ولا كده، اقول يا نهار ابيض العيال مش عندهم هدوم. يجي انا مثلا ادور على هدوم، اقول يا نهار ابيض ده انا مش عندي هدوم. الهدوم ظهرت دلوقتي لما طلعناها. بس صدقوا بالله يا حبايبي، قسما بالله اكتر الهدوم دي مالها صنف اللازمه عندي. اكتر الهدوم دي مالها صنف اللازمه، واكتر انهم مش بلبسهم. وهتقولي لي يا ام فرح طلعيهم لله كده، والله العظيم ولا الكلب يرضى ياخدهم، ولا الكلب كده يرضى ياخدهم. فالواحد لا يطلع حاجه حلوه لا ما يطلعش. يعني عن نفسي اتحرج ان انا اطلع هدوم مش حلوه او اي حاجه يعني مش حلوه. الواحد يعني عايز يطلع حاجه لله فيطلع احسن ما عنده يعني. ابو كريم يجي اهو جاب لي الشماعات اهي. ربنا يخليك يا ابو كرم، شكرا يا ابو كريم، شكرا يا ابو كريم يا غالي. واحده فيها 6 و6 12. بقول لي جبتهم ب50 جنيه. اقول لها نور افتح ايدك. شايفين؟ بعاند في فرحة وبخبط ابوها، فشوف بتعمل ازاي، بتعبط عليه. تحب ابوها موت 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 كده. ربنا يخليكي يا فرحة ويخليلكي بابا يا رب. يا رب مش يحرمنا منه يا رب، ربنا يخليهم مش يحرمنا منه ابدا. شايفين؟ انا خلاص يا ام فرح، خلاص يا حبيبتي، خلاص خلاص يا قلبي. عمال مبسوطه بالدرس بتاعي، كل شويه اوريهولكوا كل شويه اوريهولكوا. ربنا يخليني ليا. ابو كريم بيساعدنا اهو. ربنا يخليك يا ابو كريم، بلم هدومه، بلم هدومه عشان يحطها في الدولاب بتاعه. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الكلام. ودي بقى الشال بتاعي، دي الشال بتاعي يا حبايبي. والمصحف ما بحب البسه. بصوا انا مش بحب البس اي حاجه تقيله. انتوا فاكرين انا في الشتاء وكده بحب البس هدوم كتيره وكده؟ لا انا ما بحبش البس هدوم كتيره، مع اني انا صدري تعبني وكده، والدكتور جايلي ان انا اتجل على نفسي في الشتاء، اتجل على نفسي في الشتاء. بس انا ما بحبش البس الهدوم التقيله، ما بحبش اتجل خالص. امي لما بتيجي ليا تفرج عليا الناس بدنا ازعج ليا، يا بنت اجلي على نفسك، يا بنت هتجيبي لروحك المرض، يا بنت مش عارفه ايه. والله العظيم امي يا جماعه ربنا مش يحرم حد من امه يا رب، يا رب ربنا ما يحرم حد من امه. واللي امه توفت ربنا يرحمها برحمته يا رب. مش هتلاقي حد يخاف عليك زي ما امك بتخاف عليك، او يعني او عليك كذلك يعني. ربنا يخليها يا رب، ربنا يخليها يا رب، ويكفيها شر المرض ويشفيها يا رب، اللهم امين. انت سكت ليه يا بنتي يا ام فرح؟ قولي اي حاجه، قولي اي حاجه، قولي لهم حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. هتقولي انت جرفتينا يا ام فرح كل شويه تقولي حطوا اللايك. حطوا اللايك يا حبايبي بالله عليكم، حطوا اللايك عشان خاطر الفيديو يتشاف، عشان القناه تتشاف، عشان الفيديو يوصل للناس.
حبايب قلبي مش هقدر اقول لكم غير كده، بالله عليكم. ادي الهدوم اهي يا حبايبي طبقتها، واخدين بالكم الشنطه بتاعتي الحلوه دي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بالله عليكم يا حبايبي مش تنسوا اللايك والاشتراك، ومع الف الف سلامه، واشوف وشكم على خير.